أخواتي الكريمات، معكم مدينة رحمة. توقفي الآن ولا تكملي التمرير، لأن ما سأقوله خلال هذه الدقائق قد يكون الشيء الذي انتظرت سماعه منذ سنوات طويلة وطويلة. أنا أعلم أنك زوجة صالحة. أعلم أنك تبذلين جهدا كبيرا في بيتك وفي علاقتك. أعلم أنك تصلين وتقرئين القرآن وتصومين وتحرصين على طاعة الله في كل ما تستطيعين. لكنني أعلم أيضا أن هناك جانبا في حياتك الزوجية تشعرين فيه بالحيرة والضياع، حيث لا تعرفين بوضوح ما هو الحلال وما هو الحرام. وهذا الجهل يضغط على قلبك كل يوم بصمت عميق دون أن يشعر به أحد من حولك. أخواتي، حديثي اليوم موجه إليكن تحديدا، فلا تغادرن. ما ستسمعنه الآن هو علم شرعي حقيقي قد ينقذ آلاف البيوت الزوجية لو قيل في الوقت المناسب. وأنا سأقوله اليوم بوضوح وبأمانة وبالاستناد إلى كلام أهل العلم الثقات، لا إلى آراء شخصية أو اجتهادات فردية. سنتحدث اليوم عن العلاقة الزوجية في الإسلام، وعن نوع من المسائل الزوجية يسبب قدرا كبيرا من الحيرة والخوف والألم الصامت في قلوب كثير من النساء المسلمات المتزوجات. وهو موضوع العلاقة الزوجية الحميمة بأشكالها المختلفة، وما يحل منها وما يحرم بالدليل الشرعي الصحيح. أعلم أن سماع هذا الموضوع قد يبدو غير مألوف في البداية، لأننا تربينا على أن الكلام في هذه الأمور عيب، وأن المرأة المسلمة الحقيقية تصمت وتتحمل ولا تسأل. لكن دعيني أسألك سؤالا واحدا مهما: هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ويعلم كل أفكارنا ورغباتنا وما يدور في دواخلنا يتركنا بلا إجابة لمثل هذه الأسئلة الحياتية الضرورية؟ بالطبع لا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا دون توضيح. الإجابات موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي كلام علماء هذه الأمة، واليوم ستتعرفين عليها بإذن الله. اكتبي في التعليقات سبحان الله إذا كنت سعيدة لأنك وجدت هذا المحتوى أخيرا. دعيني أحكي لك عن 3 أخوات، 3 نساء حقيقيات يعيشن مواقف حقيقية تعكس ما تعيشه آلاف النساء في صمت. الأخت الأولى متزوجة منذ 8 سنوات. كلما طلب زوجها منها شيئا معينا في العلاقة الزوجية وافقت بصمت، لكنها في داخلها تشعر بأنها مذنبة وغير طاهرة بعد انتهاء الأمر. تجد صعوبة في الصلاة بهدوء وتقول لنفسها في سرها لقد ارتكبت ذنبا، ثم تبكي وحدها في صمت كامل. لا تعرف هل ما فعلته حلال أم حرام، ولأنها لا تعرف تعيش في قلق مستمر يثقل قلبها ويعكر صلتها بربها. الأخت الثانية ترفض دائما وبشكل قاطع، لأن صديقتها أخبرتها بأن هذا الأمر حرام بشكل نهائي لا نقاش فيه. لكن زوجها بدأ يبتعد ويغضب، وبدأت جدران الجفاء ترتفع بينهما ببطء، وأصبحت تشعر أن زواجها يبرد شيئا فشيئا وهي لا تعرف ماذا تفعل. تريد أن ترضي ربها لكنها تخسر زوجها، وتريد أن تحافظ على زواجها لكنها تخاف من الحرام، وهي في الحقيقة لا تملك الدليل الصحيح على أي من الجانبين. أما الأخت الثالثة فلا تعرف كيف تتصرف. لا هي تقبل بوضوح ولا هي ترفض بوضوح. تعيش في قلق دائم ومستمر. السؤال محرج والصمت متعب والإجابة غائبة. وهكذا تمر السنوات وهي في دوامة لا تنتهي. هذه القصص ال3 ليست من الخيال، بل هي رسائل وأسئلة حقيقية وصلتني من نساء حقيقيات يعيشن معاناة حقيقية في صمت تام. وجذر المشكلة في الحالات ال3 واحد، وهو الجهل بالحكم الشرعي الصحيح. واليوم بإذن الله سنصحح هذا الأمر من أساسه. السؤال الذي جئت من أجله، والذي يدور في ذهن كثيرات منكن، هو: هل العلاقة الزوجية عن طريق الفم مباحة في الإسلام؟ سأجيبك بكلام ليس لشيخ واحد أو 2،
بل لثلاثة من كبار علماء الإسلام المعاصرين الذين أخذت الأمة بعلمهم وأقرت بفضلهم: الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد المنجد حفظه الله. هؤلاء العلماء الثلاثة الكبار ذكر الحكم نفسه، وهو أن هذا الأمر جائز بين الزوجين مع مراعاة الضوابط والشروط الشرعية، وأن الأصل فيه أنه ليس محرما. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في كتابه العزيز: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. سورة البقرة الآية 23 بعد 200. وهذه الآية الكريمة تدل على سعة العلاقة بين الزوجين داخل إطار الحلال، وأن الشريعة الإسلامية إنما حرمت ما ورد تحريمه بشكل واضح وصريح في النص الشرعي، وما عدا ذلك يبقى في دائرة المباح الواسعة التي رحبت بها الشريعة. لكن هناك شروط مهمة جدا لا بد من معرفتها والالتزام بها، وهي التي تحدد إطار هذا الإباحة بشكل دقيق. الشرط الأول والأساسي أن يكون الزواج شرعيا بعقد نكاح صحيح مستوف لشروطه وأركانه. كل ما نتحدث عنه يخص الزوجين فقط وحصرا داخل إطار الزواج الشرعي، أما خارج ذلك فهو زنا بلا استثناء ولا مواربة. الشرط الثاني هو الرضا المتبادل بين الزوجين، وهنا تقع كثير من المشكلات في الواقع الزوجي. نعم، لا ينبغي للزوجة أن ترفض دائما بلا سبب شرعي مقبول، لأن في ذلك حقا للزوج تقصر فيه. لكن في المقابل لا يجوز بأي حال من الأحوال الإكراه أو الإيذاء أو الضغط المؤلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم لأهله. وهذا يعني أن حسن المعاملة والرفق بالزوجة ليس فضيلة اختيارية، بل هو من صميم الدين. الشرط الثالث عدم جواز ابتلاع النجاسة، فهذا أمر غير جائز شرعا، وعلى ذلك اتفق العلماء. الشرط الرابع الطهارة بعد العلاقة، فالغسل واجب بعدها، وبدونه لا تصح الصلاة ولا يجوز قراءة القرآن. أما عن الحكمة من إباحة الشريعة لهذا الباب الواسع في العلاقة الزوجية، فهي حكمة عظيمة تتجلى في حفظ البيوت وتمتين الرابطة بين الزوجين. عندما يجد الزوجان الألفة والرضا والراحة بينهما تزداد المحبة والثقة وتقوى العلاقة، وتصبح أكثر متانة وأكثر قدرة على تجاوز الصعاب. وما يحدث بين الزوجين داخل إطار الحلال ليس ذنبا ولا تقصيرا، بل قد يكون سببا للأجر والثواب إذا صححت النية، وكان الهدف منه إرضاء الله وإسعاد الزوج وصون العلاقة الزوجية. والآن لا بد أن نتحدث بوضوح كامل عن المحرمات الصريحة في العلاقة الزوجية حتى تكون الصورة واضحة من كل جوانبها. المحرم الأول هو العلاقة من الدبر، وهي محرمة تحريما قاطعا بلا أي استثناء ولا اجتهاد ولا تأويل. وقد جاءت النصوص الشرعية في تحريمها صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير. فلا يجوز للزوجة القبول بها تحت أي ظرف، ولا يجوز للزوج طلبها أبدا. المحرم الثاني هو العلاقة أثناء الحيض، وهي محرمة أيضا بنص صريح في كتاب الله تعالى. قال سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا التحريم واضح لا لبس فيه. المحرم الثالث أي علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، فهي زنا محرم سواء أضفي عليها أي وصف أو مسمى آخر. وإذا طلب الزوج منك أمرا محرما من هذه الأمور، فقولي له بهدوء ولكن بحزم واضح: أنا أحبك ولكن هذا الأمر حرمه الله، فلنبحث معا عن الحلال الذي يرضي الله ويسعدنا معا. وإذا استمر الضغط أو الإكراه فاطلبي المساعدة من أهل العلم أو من يمكنه مساعدتك، لأنك لست مطالبة بتحمل الأذى أو القسر تحت أي مسمى كان. وفي نهاية هذا الحديث المهم، أتركك بثلاث نصائح عملية تغير حياتك الزوجية نحو الأفضل بإذن الله. النصيحة الأولى: اجعلي نيتك صالحة دائما في كل ما تفعلين داخل حياتك الزوجية. الإخلاص لله في النية يحول الأعمال العادية إلى عبادة، ويجعل ما تفعلينه داخل بيتك سببا للأجر والثواب.
والمرأة التي تسعى إلى إرضاء زوجها ابتغاء لمرضاة الله تنال أجرا عظيما لا تدركه بعين الدنيا. النصيحة الثانية: احرصي على الحوار الصادق والمفتوح مع زوجك حول هذه الأمور. كثير من المشكلات الزوجية تنشأ من الصمت ومن افتراض أن الطرف الآخر يعرف ما تشعرين به. تحدثي معه بصدق وباحترام وبحكمة. أخبريه بما تشعرين به وبما تريدين وبما لا تستطيعين. الحوار الصادق هو أساس كل علاقة زوجية ناجحة ومتينة. النصيحة الثالثة: ابنيا معا بيئة قائمة على الحب والاحترام المتبادل. الحب الحقيقي الذي يدوم لا يولد في لحظة واحدة، ولا يكفي فيه أن تقولي أحبك مرة كل أسبوع، بل يبنى تدريجيا خلال اليوم كله في الاهتمام الصادق والكلمات الطيبة واللطف في التعامل والرحمة في المواقف الصعبة. اعملي على بناء هذه البيئة يوما بيوم، وستلاحظين كيف تتغير حياتك الزوجية بإذن الله نحو السكينة والمودة والرحمة التي وعد الله بها الأزواج الصالحين. أخواتي الكريمات، الحياء فضيلة عظيمة، لكنه لا ينبغي أن يمنعنا من تعلم أمور ديننا التي نحتاجها في حياتنا اليومية. لأن العلم هو الذي ينقذ البيوت ويصلح القلوب ويعيد الأمان إلى النفوس التي أرهقها الجهل والحيرة. سليني في التعليقات عن أي شيء يحيرك، وسأجتهد في الإجابة بما يرضي الله. وإذا استفدت من هذا المحتوى فشاركيه مع من تحبين، لأنها قد تكون تحتاجه أكثر منك ولا تعلم.